السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا في منطقة الملعب الخماسي من عند المينا وحلقة السمك، وادي مكان الرحلات من عند اخونا كراميلا حبيبي اهو. شوية الاعلام دول مستر كراميلا من الناس المحترمة اللي في البلد اللي تحب تشتغل معاه. احنا هنتمشى شوية كده، ناخد الجولة ديت على الكورنيش بتاع الفيروز من اول هنا، ونشوف اخبار البلد ايه واخبار المصيفين ايه، وهل في ناس ولا لا. وانا هقول على غير المعتاد عندي، هقول النهارده احنا تاريخنا ايه، يعني هقول النهارده احنا تاريخ ايه ده على غير المعتاد. يعني احنا النهارده الجمعه 14 اللي هي قبل العيد، كل سنه وانتم طيبين. يعني النهارده يوم الترويه، وبكره ان شاء الله وقفه عرفات. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، والسنه الجايه يا رب تكونوا انتم كلكم في عرفات، وكل من قال امين، واللي سامعين واللي حاضرين واللي مش حاضرين قولوا امين يا رب العالمين. طيب انت رايك ايه؟ انا رايي ان البلد النهارده حصل فيها حاجه غريبه ما حصلتش في اعياد قبل كده. كانت الاعياد قبل كده الناس بتجيلنا بعد العيد، النهارده الاعياد بتاعتنا الناس جت النهارده. وده يرجع لقسمين، ان الناس اللي كانت بتذبح كتير السنه اللي فاتت ما ذبحتش السنه دي، الناس بطلت تذبح، يعني الناس بطلت تذبح باين. تاني حاجة ما شاء الله الأجازة طويلة، فالناس جاية تستفاد بالأجازة، ربنا يرزق الجميع السعادة والخير. طيب هي ما زال أول نمرة على البحر، وأول نمرة في المستوى العالي والراقي هو اللي انتم ماسك سعر وسعر غالي. لكن لو جيت تالت رابع خامس نمرة هتلاقي أسعار متفاوتة في كل وقت. ده شاطئ النخيل. وبمناسبة شاطئ النخيل يا جماعة الخير، شاطئ النخيل من أأمن الشواطئ الداخلية اللي في مطروح، لكن انا كهاني بقول لكم دائما وابدا خدوا بالكم من ولادكم، خدوا بالكم دائما وابدا. ما تنزلش شاطئ ايا كان امان للاطفال، صغير للاطفال، الا اما تشوف ولادك اخبارهم ايه وتبقى مركز معاهم عشان خاطر ربنا يسترها عليك وعليهم. تمام يا شباب؟ تمام يا عم هاني. طيب منطقة العوام النهارده حرفيا كومبليت. فندق سانتا ماري الله اكبر فيه كام شقه صرح. سانتا ماري النهارده يا جماعه والله كومبليت. انا رحت الصبح اخد اوضه في الارضي، قال لي يا ابو حنين بعد يوم 18 تقريبا، اول فاضي عندي بعد يوم 18. طبعا منطقه السيرك هنا، السيرك اشتغل اهو اهوت، السيرك اشتغل. وادي منطقه بداية منطقة الفيروز أو الرمل أو باب البحر زي ما تسميها، مساكن السعودية إن شاء الله. يعني عايز أقول لك لو شفت فيديوهاتي من أسبوع وتشوفها دلوقتي، قارن كده تلاقي نفسك ساكن في مكان تاني خالص أو تالت. حتى البحر نفسه، حتى الكورنيش نفسه اختلف شكلا وموضوع. يعني الكورنيش هنا الآن كومبليت. يعني تخيل منظر الكورنيش عامل ازاي؟ خلاص يعني عايز اقول لك كل سنه طيب، صيف ما شاء الله. وادي منطقه الفيروز بالكامل. كنا بنقول ان النهارده هيبقى يوم نزول خفيف وهيبقى النزول من بعد العيد، لكن اللي حصل ان ما شاء الله العكس، النزول من النهارده كتير جدا ما شاء الله. فندق دوما طبعا من الفنادق المحببه لحبايبنا واصحابنا في القناه، وانهم الاستاذ امان الشاعر. برج غنيوه، واخيرا برج ابو الدهب وليس باخر. اهو الكورنيش بتاعكم اهوت. انا لسه عايزك تتفرج على منظر العربيات والناس قد ايه. ما شاء الله.
كده احنا خلصنا منطقة باب البحر تقريبا كلها، والآن هنكون في نهاية منطقة باب البحر. طبعا كل المحلات اللي كانت هنا اتنقلت لأن صاحب المكان هيعمل مشروع هنا، ومحل العيش والفول والطعمية وايه تاني وعيش تاني. أبو الحاج حبيبي يا غالي شهاب الناس دي محترمة جدا. وادي منطقة كلها ماركة الجهيني اهوت رقم 2. بكده تبقى خلصت المكان ده. بالليل كله بيتش باجي وعجل وخلافه. هنا منطقة كافيهات وحاجات كتير جدا. مش عارف هي اليافطة دي اتوقعت وهم بيركبوها ولا هي مركبوها جديدة، هي شكلها جديدة يعني بيحدثوها مثلا. وبكده يبقى احنا خلصنا الجولة بتاعتنا الأولى في منطقة الفيروز. وادي المسافة كلها. الناس اللي بتقول لي بعيد جدا، أنا بحب أقول لكم إن الجولة ديت من أولها لآخرها من أول شط الهنا، مع إننا برضو بنحاول نمشي عشان التصوير بالراحة يعني كده. صباح الفل. بنحاول نمشي بالراحة لأنها خدت 6 دقايق الجولة دي من هناك لهنا. الصيف ده هيكون مختلف شكل من الموضوع. كل واحد ينزل في اللي يناسبه في الاسعار. ما تظلمش نفسك في الشقه. اسكن في شقه رابع نمره، خامس نمره، سادس نمره. المهم انك ما تظلمش نفسك عشان خاطر تعرف تمتع عيالك. كفايه غلو الاسعار في الاكل والشرب والحاجات. يبقى شقق غاليه واسعار غاليه، يبقى انت على الاقل تقدر تمتع عيالك باللي يناسب ظروفك الماديه. تمام. لكن اللي هيقعد بقى مستني ان هو يجيب اول نمره على البحر وسعر رخيص وكذا، او يظلم نفسه في الايام ويقعد بفلوس اكتر منه، الله يعين الناس على حالها. كل سنه وانتم طيبين. طبعا اسبوع العيد اسبوع كل سنه معروف ان هو غالي، والسبب كلمه واحده كل الناس بقولها لها. محدش يجي بالعيد يقول لك تقول لي ايه، بتقول ايه؟ اعمل ايه يا ابو حنين اجازتي الوحيده في السنه؟ اعمل ايه يا ابو حنين اجازه ابني؟ اعمل ايه يا ابو حنين اجازه جوزي؟ وده الكلام اللي انتم متعارف عليه واللي انا بسمعه منكم في اليوم 150 سنه. طب يا جماعه، ما هو انا اجازتك وانت بتقول استغلال وانا بقول ده موسم كصاحب شقه. يبقى صاحب الشقه بيقول ده موسم وانت بتقول ده استغلال. طيب انت استغلال دوت اللي عمله مين؟ الزحمه وللناس العرض والطلب. فالله المستعان بصراحة. الله يعين الناس على حالها. أتمنى دايما أكون معاكم في الخير وفي السعادة. وأي حد يحتاج حاجة كلموني على الواتساب. الناس اللي بتراسلني على الواتساب وأنا بردش زي كده، أنا عندي حاليا دلوقتي حوالي 150 رسالة في حوالي ساعتين من بعد الصلاة. كان معايا عملاء على ما سكنتهم 150 رسالة. هرد على 1 2 3. أنا فاصل حرفيا فاصل. على ما أرد عليهم أكون الله المستعان. دعواتكم بالتوفيق والتيسير. يا رب استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.